ايه يا جدعان ده احنا لحقنا. تخيل عدى على فيديو الايفون 14 7 شهور. خلاص كلها 4 شهور ويتم الاعلان الرسمي عن الايفون 15. طبعا بقى في تسريبات ظهرت وتفجير ابل السنوي بدا يظهر. لو ناوي تجيب ايفون جديد دلوقتي احسن لك ما تجيبش لانه كلها 4 شهور والايفون الجديد ينزل خلاص. ولو ناوي تجيب مستعمل اقول لك هات النهارده قبل بكره عشان في تعويم تاني جاي وهنتنفخ كلنا. يا رب ما يكونش التعويم اصلا اتعمل عقبال ما الفيديو ده ينزل. بيقول لك الدولار احتمال يخش في 40 او 45 كمان. خلي بالك عشان لو في حاجة بتحوش لها انزل هاتها دلوقتي حتى لو قسط. هقول لكم وحشتوني جدا جدا بقالي كتير قوي ما صورتش يا عالم. الفيديو دوت هينزل ايام امتحاناتي او هكون خلصت. بس عشان ما اطولش بالكلام هكمل كلامي مع الغاليين اللي بيكملوا الفيديو للاخر. هتكلم معاك شويه بس دلوقتي نكمل الفيديو وهنعرفوا اغلب تسريبات الايفون 15 ده لو ما كانش كلها اساسا. معاكم بلاك سانتا ويلا بينا مع الفيديو. نبدأ أول حاجة كده من بره. بص على الشاشة وزي ما أنت شايف في الصور البيزلز أو الحواف اللي بره شكلها ممسوح. بيقولوا إن دي أصغر حواف اتعملت في التليفون قبل كده أصلا. يا عارف بقى ده بجد في الحقيقة ولا هم بيعملوا إيديت في الصور كده عشان يبهرونا وبس. بس الصراحة شكلها جامد وخلي وسط الشاشة كده ملعب كورة. طبعا مع النوتش العجيبة بتاعت السنة اللي فاتت مكملة معانا كمان السنة دي. الخبر الحلو هنا بقى إنها هتنزل على الأربع نسخ كلهم ومش هيعملوا بقى فرق زي الموسم اللي فات لما عمل لك على نسختين أو نسختين لا. قبل ما ننزل الكاميرا تحت الشاشه بقى بيقولوا كده ان هم ملاحظين مع البيزنس الصغيره ديت في ايدج بسيط كده في الشاشه يحسسك ان الشاشه ايدج. بس هي لا مش هتبقى باينه قوي على حسب كلامهم. تاني حاجه بانت في التسريبات مع صور الايفون شكل الفريم بتاع التليفون لما من اول نسخه 12 كده عملوها مدببه. مش ناس فرحت وناس زعلت. بس اللي هيحصل بقى في النسخ ديت اللي باين من الصور باين ان الحواف رجعت ناعمه تاني ورجعت الايدج تاني بتاع التليفونات القديمه بس مش خفيف قوي زي بتاع ال11. ما بين ده وده خدوا الامور الوسط وغيروا خامه الفريم كمان خلوها بدل الستانلس بقت تيتانيوم زي ساعه الابل واتش اللي فاتت. الناس كتير قوي عاجبها الفريم بتاع الساعه وبيقولوا ان ده هيخلي التليفون اخف شويه في مسكه التليفون وكمان هيبقى قوي في الصدمات عشان التيتانيوم اخف واجمل بالستانلس. تالت تسريب معانا وطبعا بقى بعد الحوار اللي عملوه الاتحاد الاوروبي نزل قرار وقال لك ان الاجهزه كلها تتعامل بمنافذ تايب سي واجبروا ايفون انها تعمله وفعلا كسبوا القضيه. كنت متوقع الصراحه انها عند بعند بقى ويروح شايلين المنفذ اصلا بس شكلهم اجلوها شويه عشان دي لما تحصل الصراحه هتبقى قلبان. الصراحه هتبقى الجمدان لما تحصل وهتفتح تليفونات المستقبل على حاجات كتير. المفروض بقى ان في ناس كتير قوي متحمسه عشان المنفذ التايب سي ده لان المفروض ده يجي معاه سرعه شحن اكبر. دي كانت اكتر حاجه بتشل مستخدمين ابل انه يبقى معاه تليفون بيعدي ال 20 وال 30 الف جنيه بس سرعته ما تعديش ال 30 واط. كانوا بيتشالوا الصراحه بس لحد دلوقتي مفيش اي كلام رسمي عن سرعه الشحن هتبقى ايه. رابع تسريب معانا والجديد بقى في زراير الايفون اللي هم شالوها اصلا وعاملين حاجه بتقنيه الهابتيك هنجن بمعنى انها زراير فلات مش بارزه لبره زي العادي. بيستشعر الحركات بالتاتش وبيخش جوه شويه كده بنسبه صغيره خالص عشان يحسسك اللي هو زرار عادي زي ما هو. بيقولوا كانت معموله قبل كده بس انا مش عارف امتى الصراحه. المهم يعني الحوار ده هيبقى جامد قوي. من الحاجات اللي انا توقعتها ان هم هيخلوا فريم التليفون كله فلات طبعا عشان يبقى مضاد للميه بنسبه كبيره جدا وعشان يبقى امان اكتر بكتير من الاول وده الطبيعي يعني ده مستقبل التليفونات اللي واضح قوي. ولو حابين اعمل لكم فيديو عن توقعات التليفونات الفتره اللي جايه وايه هو مستقبل التليفونات وممكن نوصلوا لايه بعد كده يبقى اكتب لي تحت في الكومنتات. وخامس تسريب معانا بالنسبه للظهر التصميم زي ما هو مفيش حاجه جديده بس هيبقى فيه لون جديد بقى السنه دي احمر غامق كده وشكله الصراحه لون مميز قوي. كعاده ايفون لازم كل سنه تنزل لون جديد وبيبقى هو الاساس وبيحاولوا يبيعوا منه اكتر نسخ. ولسه كمان بيقولوا ان هم منزلين اللون الاصفر للايفون 14. متعودين ان هم بينزلوا لون جديد للاصدار القديم بس بعد الاصدار الاساسي بكام شهر. شارس تسريب معانا بقى واتقلهم جه بقى في الظهر اللي كان كل سنه الناس بتتريق عليه ومن ساعه ال11 وان الناس مش عاجباها ان كاميرا التليفون بتبقى اعلى من الظهر بشويه. وقبل اخيرا سمعت كلامهم وعرفت انهم متضايقين وقمت تعمل ايه بقى تكبر لهم أكتر. بس لا الصراحه يعني ده مش من فراغ. الفكرة إن هم خلاص قرروا يخشوا في باقي الكاميرات وبدأوا يعملوا أول كاميرا جيروسكوب في أيفون عشان تنافس السامسونج اس 23. بس الفكرة هنا إن الكاميرات الجديدة هتبقى في النسخة الماكس بس أعلى حاجة بس حجم الكاميرات هيبقى كل واحد رخام. وآخر حاجات بقى اللي هي بتبقى متوقعة دايما معالج الأيفون الجديد الاس 17 بايونيك واللي على طول بيبقى أقوى معالج في السنة وما بيبقاش ليه منافس. السوفت وير الجديد الاي او اس 17 دي برضه ماليش دعوة بيها قوي لأن لما أجيب أيفون بقى أبقى أتكلم عليها براحتي. واخر حاجه خالص بقى وهي اوحشهم وهي السعر. وللاسف هنا ان الاسعار السنه دي هتزيد $100 يعني كانت الاجهزه بتبدا من اول $1000 لا السنه دي هتبدا من $1100 رغم ان انت ممكن تحسها ما بتفرقش. لو هنتكلموا مثلا في الاجهزه السنه اللي قبل اللي فاتت $1000 نزل هنا عمل 15000 جنيه كده. تاني سنه نزل $1000 بقى ب30000 جنيه ومع الضرايب نزل ب40000 جنيه. السنة دي لو وصل 1100 جنيه والتهويم حصل احتمال أقل سعر يبقى من 44000 ل 49000 جنيه مصري بكده بدون ضرايب. يعني مع الضرايب ممكن يوصل هنا ل50 و60 ألف جنيه. أنت متخيل الرقم؟
وبس كده نكون خلصنا أخيرًا، وكنت حابب أقول لكم إن أنا آسف جدًا، جدًا، جدًا بجد على التأخير، اتزنقت بقى في رمضان وبعديه العيد ودِب الامتحانات وراهم على طول، يا عالم أساسًا هاكون باصوّر إمتى والفيديو ده هينزل إمتى أصلًا. بس حابب أقول لكم إن أنا باحضّر playlist كويسة كده للذكاء الاصطناعي، رغم إن ممكن أكون اتكلمت متأخر أصلًا. هاتكلم بقى عن أكتر من حاجة، عن الذكاء الاصطناعي بدأ من إمتى، وعن إيه الوظايف المهددة بسبب الذكاء الاصطناعي، وإيه الوظايف اللي هتتخلق جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي، وحاجات كتير كده أكيد هتفيدكم. وهنرجع تاني إن شاء الله، ويا رب نكون فدناكم. وما تنساش عندنا باللايك والشير والجمال بتوعك. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، وما تنساش تعدي على بقية صفحاتنا كلها تحت في صندوق الوصف، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي، ومع السلامة.